جماعه النهارده هجدد التلاجة دي وارسم عليها بس من غير ما اقول لامي وبقولوا لها المسامح كريم. والاول حطيت كل حاجه قدامي في جردل عشان التلاجة كانت قديمه ومركونه ومسبوله في الدور بتاع السطح، فكنت عايز انضفها كويس وشلت العلامه القديمه علشان ارشها، وبرده الحتت دي هتبقى عايزه تتلزق. نضفت كل حاجه كويس وبسكينه معجون شلت الزياده علشان السطح يبقى ناعم، وبعد الاستيكر اللي تحت ما فك شويه شلت كل اللي باقي وجبت صنفره حديد علشان اصنفر الجزء المصدي، وبرده عشان انضف المقابض جامد فاجر. بعد كده اديت لها دش وسبتها تنشف خالص، وجبت ورق كبير ولزق علشان اغطي كل حاجه، بس الاول جبت اوهو علشان الزق الحتت المفكوكه ولزقتها بتيب لحد ما تعرق خالص. وجبت اجمد رش جولد عندي علشان اعمل المقابض، وجربت في حته لقيت طعمها جامد بصراحه، ما كنتش متخيل النتيجه تطلع كده. كملت المقبض التاني وكنت برش على خفيف علشان الفينش يبقى حلو، ممكن اديله وش كمان بعد ما ينشف. ورشيت برضو شريط النيكل اللي فوق علشان هيبقى جامد قوي مع الاسود، ولحد ما ينشفوا خدت العلامه رشيتها اسود مطفي وطبعت علامه توشيبا على فينيل ذهبي ولزقتها في النص، وبعدها حطيت عليها طبقه ايبوكسي وطلعت جامده قوي بجد. اليوم اللي بعده رحت فكيت كل الورق واللزق من حوالين المقابض ورشيت مكان العلامه، وبرضو في حتت في التلاجة رشيتها اسود مطفي، وشلت الورق واللزق بعد ما كله نشف. وجبت 76 ازازه رش وبدات بالجنب الاول علشان اجرب، وكنت برش رايح جاي علشان الفينش يبقى مظبوط، بس بجد ما كنتش متخيل النتيجه تبقى مرايه كده. ورشيت الدواخل كمان علشان محدش يعرف انها كانت اخضر وابيعها فابريكا بره وجوه، بس استخدمت 4 ازايز ولسه ما عملتش اي حاجه. رشيت كل التفاصيل الصغيره الاول، بعد كده رحت على الجنب التاني وكانت ايديا ظبطت اكتر، وانتم مش متخيلين بجد النتيجه على الحقيقه عامله ازاي. ومن كتر حماسي رشيت السقف برده مش عارف ليه، وبدات في التفاصيل بتاعه الابواب، وبعدها بدات ارش الباب نفسه، وكنت مركز ان ايدي تبقى مظبوطه ومفيش حاجه تسيل مني خالص. وعملت برده الباب اللي تحت بس شكله عايز وش كمان، وانا مخلص 900 ازازه لحد دلوقتي وكده لسه ما عملتش اي حاجه، بس رجعت جديده بصراحه. وبعد ما نشفت شلت كل اللزق من عليها، وجبت علامه ال جي كانت نشفت برده لزقتها مكانها وبقت عالميه بجد. وفنشت كام حاجه ودي كده النتيجه. عايز اعرف رايكم بجد وارسم عليها ولا اسيبها كده؟ قولوا لي رايكم وفولو لايك لو ما عجبكش الفيديو.